هنعمل النهاردة كيكة اليوسفي، وفيها شوية حاجات كده تطلعها لك هشة وجميلة وبسيطة، وكل مكونات البيت موجودة عندي. ويلا نبدأ بسم الله، وصلوا سلموا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط 4 بيضات وكمان فانيليا ومعلقة خل، والسكر بتاعي كوباية ونص، وهضربهم في الخلاط يمكن 3 دقايق أو 4 دقايق عشان أضمن الموضوع صعب. والخلاط شغال هنزل القشر بتاع اليوستفندي. انا نضفت اليوستفندي من الخيوط اللي كانت فيه بتبقى بره دي، وشلت منه البذر تماما، وانزله زي ما هو كده بدون عصير بدون اي حاجه، ويستمر الضرب في الخلاط شغال. هحط نص كوبايه زبده، المره دي مش هشتغل بزيت، هحط زبده، واللي ما عندوش زبده يحط زيت، بس في الزبده بتطلع طعمه اكتر وهشه اكتر كده شويه. هخليها تتضرب كويس. هحط 3 معالق حليب بودرة مليانين كده حلوين، علشان بعد كده انا هنزل كاس عليهم من المية، كوباية مية، كوباية هي اللي بشتغل بيها في كل المقادير. كده هنزل دلوقتي كوباية المية بتاعتي، نفس الكوباية اللي بشتغل فيها، هي واحدة في كل المقادير. هفضي الخليط، وبعدين هبتدي انخل الدقيق بتاعي. لو نخلته مرتين يكون افضل علشان الهواء يدخل فيه احسن، وده برضو سر النخل. الدقيق مرتين بيخلي الكيكة هشة معايا. قلب الكوباية الأولانية كويس، يلا ننزل بالكوباية التانية. الكيك بتاعي انا حطيت باكو من البيكنج باودر اللي هي معلقه شاي مليانه، وعلى ربع معلقه بيكربونات الصوديوم، بتخلي الكيك هش معاكي وحلو. ما تزوديش عن الربع معلقه بتاعت الشاي الصغيره. يطلع هش جميل، ولو خلاص مفيش نكتفي بالبيكنج باودر. اهم حاجه كمان سر نجاح الكيك انه يتحط في الوسط فرن سخن الاول، يعني نسخنه، بعدين نظبطه على 180، وبعدين نبتدي ننزل الخليط. شايفين الخليط هو ده كده، نعمل بس ايه علامه وتروح العلامه على طول. دهنت الصينيه طبعا سمنه او زبده، ورشتها بالدقيق، وننزل فيها الخليط كده. بسم الله ما شاء الله. الكيكه بتاعتي اخدت 25 دقيقه تقريبا، يعني في ناس بتاخد معاهم نص ساعه. المهم يبقى شكلها كده، واضغطها بصباعي او ادخل فيها السكينه في النص، تطلع لي بنفس ايه الشكل المستوي الحلو. ريحه اليوستفندي حاجه كده خرافيه في الكيك، البيت كله ريحته فانيليا ويوستفندي. دلوقتي نقطعها بعد شويه لما تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي نقطعها، وهو انا المفروض عاملاها لناس، بس بصراحه هاخد منها حته وادوقها لان شكلها كده حلو قوي. نشوف الحته دي. سخنه، لسه سخنه، بس ايه كيكه تمام. لازم ادوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. شوف
ازاي؟ لو دي اعملوها ادعولي. اول ضغط والطعم المستفند فيها خطير، احلى من البرتقال. بالهنا والعافية. واللي يعجب الفيديو اعمل لنا لايك وشير واشترك معانا في القناة وندوق حتة كمان. اوكي ماشي ازاي. صلوا وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. تسلم ايديا والله، تسلم ايديكي، تسلم ايديكي جميلة ما شاء الله لا قوة الا بالله. وبالهنا والعافية.